إيه. كتير، كل ده هيصير في المونتاج. لو قررت انك تشتري موبايل مره واحده ومش عارف تشتري موبايل ايه، فتقريبا ده ابشع قرار ممكن تاخده. ليه بقى؟ هو المفروض ان انا عايز اشرح ان الموبايل ده كان في سعر ده، وده كان في سعر ده، بس لما الاسعار اتغيرت ده بقى بينافس ده وده بقى بينافس ده. مسلسل تركي. الله. لان عندنا موبايلين زي الموبايلين دول، اللي هو الريلمي 9 اي والريدمي نوت 11. دول المفروض ان هم موبايلين منافسين لبعض، يعني موبايلين كانوا بينافسوا بعض في نفس السعر بنفس كل حاجه. دلوقتي اسعارهم الفعليه مختلفه جدا. يعني عندنا النوت 11 دلوقتي بقى عامل 7600 جنيه، والريلمي 9 اي بقى عامل 6500 جنيه. دي الاسعار اللي موجوده حاليا. فعشان اللخبطه الكتيره بقى واللخه الكتيره دي، فعشان كده انا قلت لكم الفيديو ده. لو حابب بقى تشتري اي موبايل من الموبايلات اللي هنتكلم عليها النهارده، اكيد هسيبها لكم في فيديو محلات الفار اللي هتلاقوها في الديسكربشن تحت بنفس الاسعار اللي انا هتكلم عليها النهارده. يلا بينا. وعشان لخبطت الاسعار والحاجات اللي دخلت في بعضها والدنيا بقت بايظه خالص، فاحنا هنعمل فيديوهين ترشيحات، واحد من 4000 جنيه ل 10000 جنيه اللي هو الفيديو ده، وفي فيديو جاي من 10 ل 15000 جنيه. وانا هحاول هنا اكتر اركز لكم على الموبايلات اللي هي موجوده فعلا في السوق بالاسعار اللي موجوده حاليا في المحلات. دلوقتي بما ان الفئات اتغيرت وكل التليفونات بقت فئه مختلفه، فعندنا في فئه ال 5000 جنيه حوالي 6 7 موبايلات، واحسن موبايل في الفئه دي بلا منازع وهو سامسونج جالاكسي A 22. بس المشكله ان هو ما بقاش موجود وفي ناس كتيره جدا ما عادش بتبيعه. فانت لو لقيت الموبايل ده اكيد هتجيبه لانه افضل في كل حاجه حرفيا. لكن لو ما لقيتوش فانت عندك ثلاث خيارات، واكيد الاوبو اي 16 مش منهم. والاوبو اي 16 مش منهم لانه بيجي معالج هيليو جي 35، وده اللي اداؤه زي الزفت وحش. شركه معفنه. الراجل بيقول ايه، خد الموبايل ده عشان تبقى نوعت موبايلات اوبو، والموبايلين اوبو اصلا زي الزفت. وفي موبايل تاني من الموبايلات برضو الجامده في الفئه دي، بس يا ريت برضو ما تجيبهاش لو ما لقيتش ال 22، وهو سامسونج جالاكسي اي 13. لان للاسف رغم الواجهه اللي هنا المخففه مع انه تقيل جدا، ده غير ان هو ما بيدعمش خدمات الان اف سي، وغير كمان ان هو ما فيهوش سنسور مكالمات. يعني لما تيجي تتكلم في التليفون هتلاقي ساعات بيعلق معاك، وكمان سنسور الاضاءه هنا مش احسن حاجه لانه شغال عن طريق الكاميرا فما بيظبطش افضل حاجه. والموبايلين الاخرى اللي معانا في الفئه دي وهو الريدمي 10 والانفينكس نوت 11. ومع الاسف كلا التليفونين في التصوير مش احسن حاجه، لكن كاداء جامد جدا. والنوت 11 كمان بيجي بشاشه اوليد. فانا بالنسبه لي لو ما بثقش في جوده تصنيع انفينكس كنت رشحت لك انفينكس وش بديل لسامسونج اي 22. بس لا يزال الاي 22 هو افضل موبايل حتى من ناحيه التصوير. مفيش موبايل في نفس سعره بيديك تصوير زيه. ولو جينا بقى لحته الاسعار فعندنا الاي 13 عامل 4700 جنيه، وعندنا الاوبو اي 16 عامل 5500 جنيه. انت مرتبات التليفونات غلط يعني. انا ما رتبتش حاجه. مرفوض انا. بس في حاله انك ما لقيتش الاي 22 فانت عندك الاي 23. ده يعتبر حاليا الصفقه المثاليه جدا في السعر ده. والموبايل هنا بيجي ب 5800 جنيه، مع ان للاسف الموبايل ده بيجي بشاشه اي بي اس، لكن اداؤه اللي جامد جدا وكاميراته هي حاليا هي الافضل في سعره. ممكن في السيلفي هو مش احسن حاجه لكنه كويس. 32 بقى 8200. ازاي ده ب 8200؟ وللاسف الموبايل اللي كان بينافس الموبايل ده واللي كان افضل منه في شويه حاجات وهو السامسونج الاي 32. الموبايل ده افضل في الشاشه انه بيجي بشاشه فول اتش دي من نوع سوبر اموليد 90 هرتز، وكاميرا السيلفي هنا احسن شويه. بس غير كده المعالج هنا اقل من السامسونج اي 23. فبالنسبه للموبايل ده سعره 8200 جنيه فانا مستغليه شويه. نخش بعد كده على فئه ال 6500 جنيه، وهنا اللي المفروض بيجي موبايلين كانوا بينافسوا بعض اللي هو الريلمي 9 اي والريدمي نوت 11. بس مع الاسف الريدمي نوت 11 بقى عامل 7600 جنيه. فالموبايلين كويسين جدا، لكن مع فرق السعر ده لا يزال ده افضل موبايل بسعر 6500 جنيه هو الريلمي 9 اي، لان الريدمي نوت بقى في فئه لوحده. يعني ايه بقى في فئه لوحده؟ يعني بقى هو افضل حاجه في السعر ده. هقول لك التليفونات. طبعا الموبايلين بيجوا معالج سناب دراجون 680 اللي بيجي بمعماريه تصنيع 6 نانومتر، وده اللي بيوفر جدا جدا في البطاريه. بس في فرق من الفروق الاساسيه في الموبايلات دي وهي في الشاشه. النوت 11 عندنا بيجي بشاشه فول اتش دي بلس، والجامد جدا في النوت 11 هنا ان هو بيجي بشاشه اموليد 90 هرتز. واللي جامد جدا جدا بقى في الموبايل ده ان هو بيجي ب 700 نتس على عكس ده ب 450 بس، وده اللي هتلاقيه احسن بكتير جدا تحت اضاءه الشمس. يعني لو ماسك الموبايلين في الشارع تحت الشمس هتلاقي الموبايل ده واضح بكتير، لكن ده هتلاقي الموضوع صعب معاك شويه، ويمكن ده من الحاجات اللي خلت فرق السعر بينهم. بس عندنا هنا الكاميرا الاماميه احسن شويه بكتير من الموبايل ده، وغير ان هنا في ثبات في الفيديو اكتر بكتير من ريدمي نوت 11. ولو علينا بالفئه شويه فكان عندنا موبايلات جامده جدا مش من زمان، من حوالي تقريبا اسبوعين كان في موبايلات جامده جدا بتنافس فئه ال 9000 جنيه زي الام 52. كان يعتبر لما كان بسعر 9000 جنيه كان احسن موبايل تحت 10000 جنيه على الاطلاق. لما كان ب 9000 جنيه احسن موبايل تحت 10000 جنيه. لكن للاسف دلوقتي سعره عامل 12000 جنيه، وللامانه مش افضل حاجه حاليا بسعر 12000 جنيه لانه في شويه عيوب كده، بس كانت يتغاضى عنها لانه سعره كان كويس. وحتى الريلمي جي تي ماستر اديشن كان جامد جدا لما كان سعره تحت 10000 جنيه. فدلوقتي افضل موبايل بلا منازع تحت 10000 جنيه وهو سامسونج اي 33. بس على الرغم بالاسف ان احنا عندنا في الموبايل ده النوتش القديمه والحواف الكبيره اللي تحت، بس جوده التصنيع هنا ممتازه جدا. ومع الاسف برضو ان الموبايل ده ما بيجيش بالشاحن في العلبه، يعني بيديكم الموبايل وكابل الشحن ويقول لك روح. وطبعا زي ما سامسونج معودانا ان هي في موبايلاتها في الفئه
متوسطه مش احسن بصمه تحت الشاشه. وعندنا الموبايل ده بيجي بمعالج اكزينوس 1280، هو يعتبر كويس جدا ومن احسن الحاجات اللي في الفئه دي. بس السناب دراجون 778 جي افضل منه، ده اللي كان موجود في السامسونج ام 52، بس طبعا دلوقتي هو بسعر عالي شويه. ده غير الموبايل ده من احسن البطاريات الموجوده في سعره. واكيد الحاجه اللي سامسونج مميزه بيها جدا في موبايلاتها ان هو بتيجي بمثبت الكتروني. ده غير ان ده افضل كاميرات موجوده في سعره، وكمان جوده الكاميرا السيلفي هنا ممتازه جدا. ده غير ان التليفون ده بيصور 4K، وبدل ما تلف كتير وتحتار ايه ده، يعني المراتب ده عشان ما تقعدش تلف كتير ودماغك تتوه يعني، فانا حاولت اعمل لك خلاصه مجمع فيها كل حاجه، صح كده؟ كده صعب شويه. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. انا احمد زيرو، اشوفك فيديو جديد. سلام. استنوا بقى، استنى. احنا دلوقتي داخلين على 10000 سبسكرايب، بس للاسف انا مش هعمل لكم مفاجاه في ال 10000. احنا اول ما نوصل 20000 سبسكرايب اكيد هيبقى فيه هدايا كويسه جدا جدا جدا، مش هدايا، ما تكبرش الموضوع، صح؟ هيبقى فيه مفاجاه جامده جدا جدا هتعرفوها على الانستجرام. وبس كده، سلام.